بيتكلم فيلم النهارده عن أليسون وكارلوس، شخصين بيتقابلوا صدفة وبيقربوا من بعض وبيقرروا يقضوا أطول وقت سوا. وكل ما كانت أليسون تعرض أي فكرة على كارلوس كان بيوافق عليها على طول لحد ما بيقرروا يتجوزوا ويخلفوا، ومن وقتها الموافقة اتحولت لرفض في أي فكرة، خصوصا لو حاجة تخص أولادهم الصغيرين، وبقت كلمة لأ هي المتداولة في البيت. وفي يوم بتقرر أليسون إنها تقدم في وظيفة، وفي اليوم اللي هتروح فيه مقابلة العمل بتكلم واحدة صاحبتها عشان تسيب عندها بنتها اللي اسمها إيلي. وفي الوقت ده بتطلب منها بنتها الكبيرة كيتي تروح مهرجان موسيقى. ترفض أليسون لأنها شايفة إن بنتها صغيرة ولسه 14 سنة وما ينفعش تروح مهرجان من غير حد من أهلها. بيدخل الأب وبيقول لهم إنه رايح الصالة الرياضية عشان يتمرن فيها بعد الشغل. بتتخانق مع مراته لأنه نسي إن النهاردة لقاء أولياء الأمور. بتحاول أليسون إنها تحضر شنط المدارس بتاعت ولادها وهي بتتكلم معاهم، في حين إن ابنها الصغير ناندو كان مشغول بتجاربه العلمية الجديدة، لحد ما بتنفجر في وش مامته اللي بتتضايق بعد ما حضرت نفسها للمقابلة وخلصت تحضير شنطهم. وبيوصل كارلوس بنته إيلي للمدرسة وبيغنوا سوا في العربية. أما أليسون فبتاخد كيتي وأخوها ناندو عشان توديهم المدرسة بتاعتهم. وقتها بتقعد كيتي تتكلم في العربية مع صديقتها بالفيديو، بيحاولوا يقنعوا أليسون إن كيتي تروح المهرجان بس تروح لوحدها، لكن أليسون بتصر على موقفها وبتقول لها إن الحل الوحيد إنها لازم تروح معاها، بس مش هتسيبها تروح لوحدها رغم موافقة كارلوس من البداية اللي كان مستمتع مع إيلي بالغنى في العربية، على العكس من أليسون والباقيين اللي كانوا بيتخانقوا. وبيوصل كارلوس لشغله في مبنى تطوير الأجهزة التكنولوجية الحديثة بعد ما بيوصل إيلي، وبيدخل يلاقي طيارات بدون طيار في قلب المكان، وبيزعق لزميله لأنه طلب كذا مرة محدش يلعب بالطيارات جوه مبنى الشغل. وبيدخل على زمايله اللي بيجربوا سماعات جديدة وبيقول لهم إن الصوت عالي جدا، فبيقولوا إنهم لازم يتأكدوا منها قبل ما الإعلان بتاعها ينزل. وبيأمرهم يسيبوا الأكل اللي في إيدهم، بيفكرهم إن الأكل ممنوع في غرفة الاختبارات. أما أليسون فبتروح لمقابلة العمل في شركة اسمها فارم للأطعمة العضوية للأطفال، لكن بتترفض من الوظيفة رغم خبرتها في مجال العمل واللي وقفته بسبب تربيتها لأطفالها. لكن فارم محتاجين حديث التخرج وبتتأسف لها مديرة التسويق علشان مش هتقدر تقبلها للوظيفة. بعدها بتروح أليسون مع كارلوس للقاء أولياء الأمور اللي بيتعمل في المدرسة معاهم من مدرسين أطفالهم، اللي بيقولوا لهم إن كيتي كتبت قصيدة في الواجب بتاعها المدرسي بتقول فيها إنها مسجونة، إن والدتها هي السجان بتاعها. أما ناندو فعمل فيديو لمادة التاريخ عن ستالين وموسوليني شبه والدته بيهم، فبتزعل الأم وبتخرج وهي غضبانة ومتعصبة وبتتخانق مع كارلوس اللي بتقول له إنها دايما الشخص الشرير للأطفال وهو الطيب المحبوب. فبيقول لها جوزها إنه لو محبوب في البيت فهو مكروه في الشغل، إنه بيعاني زي ما هي بتعاني بالظبط، الحاجة الوحيدة اللي بترفه عنه هم الأولاد. فجأة بيظهر لهم الموجه السلوكي لناندو وكيتي وبينصحهم يعملوا يوم لأطفالهم يسموه يوم الموافقة، ويوافقوا فيه على أي حاجة، ما ينفعش يقولوا كلمة لأ على أي طلب ليهم. فبتضحك أليسون على فكرة ديكن الموجه النفسي على العكس من كارلوس اللي بيبان عليه إنه مقتنع بيها، وبتتريق أليسون على الفكرة وبتقول لديكن إنه ما يعرفش أولادهم كويس. بيرد عليها ديكن وبيقول لها إنه ممكن ما يكونش عارف أولادهم بس عارف إن الفكرة دي هتنجح في علاج مشاكلهم. ومن بعدها بيحاول كارلوس يقنع أليسون بكل الطرق بتطبيق الفكرة. وأول ما بيوصلوا البيت وبيعرف الأطفال بقصة يوم الموافقة بتقول كيتي إن والدتها مستحيل توافق عليه لأنها شخصية مش مرحة. فبتزعل الأم وبتطلع أوضتها وبتبص على صورها قبل ما تتجوز وهي بتستمتع بوقتها وبتعمل أنشطة كتير، وبتوافق على أي حاجة قبل ما تتحول للشخصية اللي بنتها قالت عليها. وبتقرر أليسون إنها تغير رأيها وتوافق على يوم الموافقة. بتتحداها كيتي وبتقول لها إنها مش هتقدر تصمد 24 ساعة، ولو قالت كلمة لا مرة واحدة فكيتي ليها الحق إنها تروح المهرجان مع صاحبتها لوحدها وهتخسر أليسون التحدي. فبتوافق أليسون على التحدي وبتقول لها لو هي بقى خسرت هتروح معاها المهرجان. وبتتفق العيلة كلها على يوم الموافقة بشرط إن الأولاد يخلصوا واجباتهم المدرسية، يخلصوا الأعمال المنزلية، ويوافقوا على شروط اليوم ده اللي هي ما يطلبوش ميزانية كبيرة أو سفر لأكتر من 32 كيلو. وفي يوم الموافقة بيصحى ناندو وإخواته بكل حماس عشان يبدأوا يومهم، وبتتحمس معاهم أليسون اللي بتفضل تتنطط على السرير وبيحاولوا يصحوا كارلوس اللي بيكلم الشغل وبيقول لهم إنه هيغيب. وبتبدأ العيلة تختار لأليسون طقم تلبسه يخرجوا بيه. بعدها بيجي دور كارلوس وبيختاروا له لبس بطل خارق، وبيقول ناندو إن في 5 حاجات لازم يعملوها علشان يبقى اليوم ناجح. وبيبدأوا القائمة بالفطار، بياخدوا العربية وبيروحوا كلهم لمكان بيعمل آيس كريم، وبيطلبوا وجبة مفجر المعدة اللي لازم يخلصوها في نص ساعة وإلا هيدفعوا $40. وبتوصل الوجبة اللي كانت عبارة عن عدد ضخم من وجبات الآيس كريم وحلويات الوافل والبراونيز. تتعب كل العيلة في نص الوقت وبيوقفوا أكل ما عدا كارلوس اللي بيفضل ياكل بنهم لدرجة إنه بيقعد ياكل بمعلقتين، وبيفضل الباقي يشجعه لحد ما بيخلص الطبق كله. وبتفرح العيلة بالانتصار وبيسقفوا له. وبيروحوا للمرحلة الثانية وهي غسيل العربية في المغسلة. بيطلب الأطفال من أليسون وكارلوس يفتحوا الشبابيك ويستمتعوا بالصابون والمية اللي هتدخل لهم. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا للمرحلة الثالثة. في الطريق بيدي ناندو كل واحد تيشرت مكتوب
عليه اسم العيلة وطقم رياضي. وبيعرف بعدها كارلوس وأليسون إنهم هيتوزعوا على فرق ويلعبوا ضد بعض، واللعبة اسمها الطرطشة، وهي إنهم يحاولوا يوصلوا العالم مع تفادي كرات ملونة، واللي هتيجي فيه كورة بيخرج بره اللعبة. تبدأ اللعبة وكل واحد من العيلة في فريق بلون مختلف، وبتبدأ الحرب بكرات الكولايد، وبتستمتع العيلة كلها باللعبة. وبتفوز في النهاية أليسون اللي بتفرح جدا وما بيصدقش أولادها إنها كسبتهم كلهم. وبتقفش إلي والدها بيتكلم في التليفون، فبتطلب منه يطلع الشجرة ويرجع عصفور صغير للعش بتاعه بعد ما وقع من فوق، في سبيل إنها ما تقولش لحد إنه كان بيتكلم في التليفون، لأن ده ممنوع في يوم الموافقة. فبيوافق الأب على طول، لكن الطيور بتقعد تطارد فيه وبتعضه، وبيطلب النجدة وبيروح المستشفى وبيتكلم مع أليسون ويقول لها إن جسمه تعبان ومش هيقدر يكمل اليوم، محتاج يأجل باقي الألعاب ليوم تاني، خصوصا إنه محتاج يعدي على المكتب علشان في مشكلة في الشغل. فبتتخانق معاه أليسون وبتقول له إنه لو عايز يلغي باقي اليوم هو بنفسه اللي لازم يبلغ ولاده بالخبر وياخد دوره كشخصية شريرة بتقدرهم. بتقرر أليسون تاخد الولاد لمدينة الملاهي، وبتسيب كارلوس يقول لهم بنفسه إنه مش هيكمل معاهم، بس كارلوس بيقرر على آخر لحظة إنه يكمل ما يروحش الشغل، خصوصا لما بيشوف حماس أولاده للمرحلة الرابعة والقبل الأخيرة من مراحل الاستمتاع باليوم. وفعلا بيقضوا كلهم وقت جميل في الملاهي وبيلعبوا وبياكلوا ويضحكوا سوا. بس الصدفة بتخلي أليسون تشوف رسائل صديقة كيتي اللي راحت تجيب غزل البنات وسابت التليفون. تعرف أليسون إن بنتها هتخرج مع أولاد للحفلة، فبتتخانق معاها وبتقرر تعاقبها، وبتقول لها كيتي إنها افتكرت إن شخصيتها اتغيرت وبقت ألطف، بس طلعت زي ما هي وما اتغيرتش. فبيزعق لها كارلوس على أسلوبها مع مامتها، وبيطلب منها تاخد اخواتها لعبة الخيل الدوارة. وبتحاول وقتها أليسون توضح موقفها لكارلوس نفس الوقت اللي بتحاول فيه كيتي تقول لاخواتها ان باباهم ومامتهم بيخدعوهم، انهم ما اتغيروش. وبيتخانق كارلوس وأليسون مع واحدة في الملاهي، بيروحوا للقسم ويقعدوا في زنزانة. وبيقول كارلوس لأليسون انها اتخانقت عشان كانت متضايقة من مشكلتها مع كيتي، وانه قرر يخفف الضغط عنها ويساعدها في تربية ولادهم لانه شريكها وجوزها. وقتها بيروح الاولاد للبيت وبيعمل ناندو حفلة مع اصحابه واطفال الجيران، وبيقول لكيتي ما تقلقش عليه هو وإلي وتقدر تروح الحفلة اللي نفسها فيها. وبيخرج الاب والام من الحبس، وبيقرر كارلوس انه يروح البيت لابنه علشان يوقف الحفلة، وأليسون تروح للحفلة الموسيقية تجيب كيتي بمساعدة رجل الشرطة اللي بيحاول يهديها ويطمنها ان بنتها اكيد مش هتعمل حاجة غلط. فبتتعصب أليسون عليه وبتقول له ان المراهقين خصوصا لو زعلانين من اهاليهم ممكن يعملوا اي حاجة. في الوقت ده بيتضايق ناندو لان اصحابه بهدلوا البيت، وهو كان مخطط انه يعمل حفلة في الجنينة بيجرب اختراعاته فيها، لكن محدش بيسمع له. بيفقد السيطرة على الحفلة وبيغرق البيت بالرغاوي بعد ما إلي دلقت مسحوق مركز بالغلط في تجربة ناندو العلمية. توصل أليسون للحفلة تدور على بنتها اللي بتزعل من صديقتها اللي كانت بتحاول تعرفها على اولاد بنتها مش موافقه تعمل حاجه زي دي. وبتقرر أليسون تطلع على المسرح مع مطربه مشهوره عشان تدور على بنتها وسط الجمهور، وبتحاول تقنع المطربه بعد ما خيطت الجاكيت بتاعها اللي اتقطع قبل فقرتها بدقايق. وقتها بتخلص بطاريه تليفون كيتي، بتحاول تدور على شاحن وسط الجمهور وبتقعد تعيط وتقول انها عايزه ترجع البيت. بتطلع أليسون على المسرح بتحاول تدور على بنتها، لكن الناس بترفض تسمعها. فبتقرر أليسون انها تغني على امل ان بنتها تسمع الاغنيه. وفجاه بتسمع كيتي صوت والدتها على المسرح، وبتحاول تنده لها من وسط الجمهور لحد ما بتشوفها أليسون وبتجري عليها تحضنها، وبيسقف كل الموجودين. وبتعيط كيتي وبتتأسف لمامتها وبتقول لها ان كان عندها حق وانها افضل ام في الوجود. فجأة بتطلع المطربة المشهورة على المسرح وبتطلب من أليسون وكيتي ينضموا ليها ويغنوا معاها، وبيسقف لهم كل الحضور. وبيوصل كارلوس للبيت وبيندهش من اللي بيحصل، بيحاول يوقف الأطفال عن اللعب بعد ما بهدلوا البيت، بيزعق بصوت عالي وبيطلب من الأطفال ينظفوا كل حتة في البيت بوظوها. ترجع أليسون وكيتي للبيت وبيطلب كارلوس من كيتي ان هي تساعد اخوها في التنظيف، انها سابته ومشيت. وبعد ما بيخلصوا تنظيف البيت بتكمل العيلة لعبها سوا جوه خيمة في الجنينة بعد ما نجح يوم الموافقة انه يجمعهم سوا من تاني. الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.